لله تعالى، ولا أعترف أني عبد إلا لله تعالى، ولا أعترف بجلالة ملك ولا بأمير مفدى، ولا أفدي إلا وطني. شفته قاعد بمؤتمر الجنادرية وقال إنه قال لغى حفل الجنادرية السنوي، لغى الحفل الغنائي. شوف هي الأم بدها تروح تحارب روسيا والصين. قاعد لي معه كم حثالة المجتمع من الصحفيين المرتزقة، حثالة المجتمع من المجتمعات كلها لامينة في مؤتمر واحد. طيب بالمنقى الآخر بشوف الأعراب عندهم خطر إيراني، عندهم خطر إيراني. حلو. بالمشهد الروسي هلا لازم إيران نبارك لإيران، ليس نبارك لها فقط بالثورة الإيرانية وفي ذكرى الثورة الإيرانية، نبارك لها ببراءة الذمة. هؤلاء الأغبياء أعطوا إيران دون أن يشعروا براءة ذمة كاملة بأن حربنا مع إيران ليست حرب سنة وشيعة، ليست حرب مذهبية كما هم بقنواتهم عززوا هذا الفكر أن هناك سنة وأن هناك شيعة وأن إيران جاي تشيع المنطقة كلياتها. إيران اليوم كما سميناها خطر إيراني. طيب هلا أنا شايف من الصبح للمساء الخطر الروسي الخطر الروسي الخطر الروسي على المنطقة والخطر الروسي، روسيا تريد احتلال المنطقة وروسيا تريد. طيب فهمنا، علمتونا بأنه إيران بدها تشيع المنطقة، روسيا شو بدها تعمل بالمنطقة؟ ما هي أهداف روسيا في المنطقة؟ كمان مطلوب مننا نحارب روسيا. طيب بكرة الصين كمان الخطر الصيني. أنت أمام عقلية ذهنية عم تشتغل بردات فعل، لا تمتلك مكاتب استراتيجية، لا تمتلك مكاتب دراسات استراتيجية، لا تمتلك حتى أدنى شيء من الفكر. لما أنت حاربت إيران اليوم، قرأت لأحد الكتاب شيء مضحك، عم بيقول مازحا أنه على الخطر الإيراني الخطر الإيراني الخطر الإيراني الخطر الإيراني، أنه لما بيطلق صاروخ فهو عم بيقلل أنه الصاروخ لو عنده صاروخ إيران بس ما بيعمل أذى في دول الخليج. فبيقول هذا المسؤول الخليجي مازحا، بيقول ايه بالفعل ما بيعمل اذى لانه لن يكون هناك اي خليجي سوف يعمل اذى عند الهنود، بكره الهند اللي بدها تعترض لانه ما بيكون بقي باوطانهم الا هند. المشكله انه احنا هلا عم نفهم الصراع بانه صراع بين فئه معينه من المجتمع السوري وفئه اخرى من المجتمع السوري. لا، الصراع اكبر من هيك بكثير، الصراع تحول الى اكبر من هيك بكثير. لكن أنا يدهشني، والدهشة أحيانا لما تصيب الإنسان هذه المرجلة يلي حبت المرجلة يلي آخذينها هدلون الأعراب، مين عاطيهم هالحبة؟ أنا لما شفت الاجتماع الماضي اتصلوا فيني قناتكم الكريمة، قلت خليها بعدين لفترة بيكون راح مفعولة تنتهي مفعولة حبة. قلت إبرة منين اخذ هذا سعود الفيصل ولا هذا الثاني حمد ولا الثالث؟ من وين اخذين هالمرجلة انه يطالبوا مجلس اجتماع مجلس امن وينكر بمجلس الامن انه كان في احتلال بريطاني؟ لكان مين اعطاك العائله الحاكمه؟ انت اخذت آل ثاني، انت اخذتها من باب العالي من السلطان العثماني، انتم قطاعين طرق اصلكم آل ثاني، وانتم آل سعود اللي طوبتوا الكعبه باسمكم، اللي طوبتوا الكعبه باسمكم، هذا بيت الله، هذا انتم كعائلات حاكمه اخترعوكم البريطانيين، كعائلات حاكمه حطوكم البريطانيين، بدك تنكر الاحتلال البريطاني للدول كمان؟ اللي سواكم عائلات حاكمه وسلمكم قبائل اكلت قبائل، واجت البريطاني اللي حكم بيناتكم وحطكم. كل هالقوه العظمى اللي عنا، انا كفلسطيني وانت كعراقي، بما انه نحن مشتركين بنفس الوجع بهذه الامه المنحطه التي لا تستطيع. امبارح كان احمدي نجاد عم يقول انه رح نفاجئ العالم ببرنامج نووي جديد، بالوقت اللي كان الملك عبد الله كان شو عم يقول؟ لغينا الحفل الفني للجنادرية، وكانوا بالدوحة لاغين الحفل الفني لنانسي عجرم. تخيل انت على هالأمة، تخيل هدلون بده يحاربوا إيران. طب تفضلوا حاربوا إيران، طب مين ماسككم ما تحاربوا إيران؟ طيب لأعطيك مفاجأة لك وللسادة المشاهدين، 90 مليار دولار تستورد السعودية أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. 90 مليار دولار بتستورد أسلحة، يعني خردة حديد بتصدي بالمستودعات عندهم. وأمريكا بتدعم إسرائيل ب3 مليار كل سنة. يعني السعودية تدعم إسرائيل مباشرة ب3 مليار دولار بشراء لمصانع السلاح. بشرفك أمريكا بتتخلى عن السعودية؟ شوف الحليف الذكي. لمين عم بتصدروا هذا السلاح؟ لمين عم بتخزنوا هذا السلاح؟ بتعملوا حرب على مين؟ بتعملوا حرب. البحرين تحتاج، يعني احتلال البحرين بيحتاج لهذه الكم الهائل من الأسلحة.
بيحتاج مجلس التعاون الخليجي مجتمعا كله كل هذه المليارات. صفقة اليمامة يلي غطوا عنا في بريطانيا 80 مليار دولار. أحد الأمراء فقط، أمير واحد فقط، أمير واحد كان يأخذ راتب شهري من الحكومة البريطانية 10 مليون دولار. يعني أخذ على صفقة اليمامة ما يعادل 2 مليار ونص دولار. سمعان الأرقام أنت؟ 2 مليار ونص دولار أمير واحد مشان يعملوا صفقة اليمامة، مشان ياخذوا شوية طائرات من شركة الإيرباص. طيب أنت بهذا المشهد كلياته اللي عم شوفه أنا أمامي وبهالمعلومات اللي عندي، لما أنا بدي أطلع على التلفزيون وبدي أشوف بالتلفزيون أعراب لابسين اللباس العربي، وما شاء الله ما بيجوا لعنا غير باللباس العربي، لما بيروح لعند أوباما بيشلحوا بيلبسوا الطقم الجرافي بيصيروا متحضرين. ما لكل مقام مقال. بالضبط. بيجوا باللباس العربي وبشوف هذا العربي يريد، وأنا هاي المعلومات اللي عندي وهي المعلومات ما يجري خلف الكواليس. هناك كسر عظم بأن هناك طلب من مجلس التعاون الخليجي، وأنا هي بدي أكشفها للسادة المشاهدين، وأنا تعودوا المشاهدين وتعودوا لما بحكي كلمة بحكيها بصدق وبحكيها بقلبي، بأنه اجتماع 24 شهر سوف يطلب مجلس التعاون الخليجي بأن يكون التدخل أحادي، يعني أن يكون هناك هجوم، أن يكون هناك ضربات جوية لإجلاء منطقة عازلة لمدة أسبوع، وأن يضرب الجيش السوري. بده يتاخذ هذا القرار بقرار أحادي سوف تقوده فرنسا. يعني بمعنى أنه اجتماعهم لن يفشل تقصد؟ هذا معلومات. هذا المعلومات اللي عم يطالبوا فيه من تحت الكواليس. طيب لما بدي اشوف انه انا في عندي طيران ناتو جاي يقصف بلدي، جاي يقصف وطني بتمويل الخليج، طيب بهذا الموقف بضل في عندي شيء معاني للثورة في الأرض؟ بهذا الموقف بضل في شيء اسمه حيادية بالموضوع؟ بهذا الموقف في شيء واحد فقط، أن أكون أو لا أكون. هناك وطن، هناك عراق جديد يريدونه هؤلاء الأعراب لسوريا. لا حدا يصدق أنه الأعرابي بحياته ما كان بده خير، لو بده خير كان راح جاب هالمليارات هي كلياتها. هلأ جايين احنا على الشأن الفلسطيني، حسابهم معي عسير، خلينا هلأ هون. طيب بكل هذا المشهد لما بدنا نشوف احنا طائرات الناتو، بيروح أغلو لعند أوباما، وكمان راح أكشف هذه المعلومات، بروح أغلو لعند أوباما وبيقول له أوباما أنه احنا ما عندنا مانع أنك أنت تفوت بمنطقة عازلة في تركيا. بتفوت بمنطقة عازلة تركيا، بتعمل منطقة عازلة. بيقول له أغلو حرفيا، بيقول له أغلو حرفيا أنا ما بستطيع إلا أن أدخل بغطاء عربي إسلامي أمريكي. يعني هذا معلومات عم بحكيها، وخليه يطلع أغلو ينفي هذه المعلومات. لما بيكون عم بيقول غطاء عربي إسلامي أمريكي، يعني أمريكا صارت قطعة من هذا العالم. طلبها رسميا وبالمحاضرات تبعته. تركيا طبعا لا تجرؤ أن تقوم، وكان هناك خطة معدة بأن تقوم تركيا بإنشاء منطقة عازلة وحدها، ولكن أردوغان رفض أن يقوم بوحده بانفراد، بده كان غطاء عربي إسلامي. وعندما ذهب، وهذه معلومة أخرى أريد أن أقول لك، عندما ذهب أوغلو إلى السعودية، جول عندما ذهب إلى السعودية كان يطلب التغطية الإسلامية. وطبعا اللي بيروح على السعودية بياخذ اللي بيروح عند الأعراب بشكل عام، بدك غطاء إسلامي بنعطيك، وبدك لأنه اتحاد علماء المسلمين عندهم، الوهابية عندهم، السلفية عندهم، وبتعرف. طيب نجي هلا احنا لشغله مهمه عم بتصير بالمنطقه ولازم نشرحها للمشاهدين. قطر، ما يسمى دوله قطر، ما يسمى دوله قطر هي كان بالسابق في عندنا شيء بيسموه النرويج. كان لما بيختلف انا وياك، لما بيختلف دوله مع دوله، كان يروح على النرويج، اتفاق اوسلو واتفاق كذا. كانت هذه منطقه لحل النزاعات. وجد الشرق الاوسط، وجد الامريكي ان الشرق الاوسط لابد ان نخلق به نرويج. قطر هي نرويج الشرق الأوسط، هي منطقة لحل النزاعات. قطر التي قسمت جنوب السودان، قطر التي دخلت بكل نزاعات الشرق الأوسط وما نتج عنها مصالح الأمريكية الإسرائيلية. يعني وليش احنا بنقول قطر؟ ليش بالسعودية؟ لأنها تمتلك الإعلام الذي استطاع هذا الإعلام أن يكون
مدفع بعيد المدى في كل بيت عربي. الجزيرة دخلت لكل بيت عربي وأخذت المصداقية من دمنا، وأخذت المصداقية من حرب أفغانستان ومن حرب العراق، ومن هنا دخلت لتكون مدفع، لتكون أنت في قلب الحدث. بأي حدث يكون يستطيعون أن يمثلوا لك الموسيقى الحزينة. لما تيجي قطر هلأ هي عم تعمل شيء اسمه حل النزاعات. حل النزاعات. جنوب السودان، فتح وحماس، عندها علاقات مع إيران وعندها علاقات مع السعودية، عندها علاقات مع إسرائيل وعندها علاقات مع الفلسطينيين، عندها علاقات مع جنوب السودان وعندها علاقات مع السودان، عندها علاقات مع مصر وعندها علاقات مع إيران ومع إسرائيل ومع كل. إذن هي تنسج هذه العلاقات لأنها تستطيع أن تملك المال وأن تملك الإعلام. بيذكرني هون لما كان اتفاق الدوحة مثلا، اتفاق الدوحة اللي صار بموضوع لبنان، بيذكرني هون مثلا موضوع الياس المر بشنقله هيك لوزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، وبيقول له بياخذوا على جنب، بيقول له بس اخواننا الامريكيين، طبعا اخواننا الامريكيين موافقين على اللي عم يصير هذا. كان عم يعمل جولات على الياس المر وعلى سمير جعجع مشان ياخذهم طياره واحده للزعماء وامراء الحرب الى الدوحه لعقد هذه الصفقه. شو بيقول له بالحرف الواحد؟ بيقول له اترك الامريكيين علي انا. يعني اذا هو لما بياخذ ملف لبناني اتفاق الدوحة بياخذه تعهد، إعلام ومال، بيدفع مال للأفرقاء المتنازعة وعنده إعلام بيسوق ما اتفق عليه. بمعنى أنه قطر هي جوكر سياسي تريد أن تقول؟ بالضبط، بيسوق ما اتفق عليه. لما أنت هلأ بالموقف السوري، لما أنت بتفشل الموقف السوري تقدم السعودي، وإلا كان ممنوع السعودي هرم. أنت بتشوفه كان الملك وان كان نايف وان كان فلان وان كان علتان بده 15 واحد ليفوتوه، 15 واحد ليرجعوه، ولانه دريان مين اللي يعني لما كان بالمؤتمر الجنادري انا اتحدى اذا كان بيعرف واحد منه خلاص قال لهم اللي اضحكني انه والله لما حكى انه هيئه الامم المتحده منصفه. وهلا اهتزت الثقه، تصور اهتزت الثقه. 20,000 قرار مشان اسرائيل ما اهتزت الثقه. اما هلا اهتزت الثقه، ومنيح اهتزت الثقه، منيح قعدوا هيك ببيوتكم استنوا الطوفان لياتيكم. بنجي احنا لهذا الموضوع بنرجع له النقطه اللي كنا عم نحكي فيها، انه انت بتجي بتلاقي انه هي عم تستثمر، بتلاقي فندق يعني بتعمل مسجد لمحمد عبد الوهاب مشان استقطاب الوهابيه، بتعمل نسائم الخير في رمضان بتجيب سلفيين العالم كله، بتعمل مكتب لطالبان، هلا بده يفتحوا مكتب لتنظيم القاعده، بكره بيجوا له اقامه كمان قطريه وبعطوه جواز قطر لايمن الظواهري فرد مره، لانه تلاقي محتكرين هن تنظيم القاعده. هلا القاعده ما تطلع الا على الجزيره. الناس بتسال ليش الجزيره؟ انا بقول لكم ليش الجزيره؟ لانه معظم القاده اللي سلمتهم هن عن طريق قناه الجزيره. وهذا السؤال برسم الناس، ليش اسامه بن لادن كان يطلع بقناه الجزيره؟ انا بقول لك انه كان شريط اسامه بن لادن يخرج من قناه الجزيره الى السي اي اي، وتسمح السي اي اي بما يستطيع ان يبثه اسامه بن لادن، مشان تعرف حتى كذبه تنظيم القاعده انها الذراع العسكري لاسرائيل في المنطقه.